محمد حسن هو يوتيوبر عربي شهير ياسم أبو فلة قناته على موقع يوتيوب. ولد محمد حسن في السعودية في عام 1993، ويقدم محتوى متنوعا يتضمن التحديات والفلوقات والألعاب والمقالب والتجارب الاجتماعية والكثير من المحتوى الترفيهي. يعتبر محمد حسن من أشهر اليوتيوبرز العرب في الوقت الحالي، حيث يتابعه الملايين من المشاهدين على موقع يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، كما أن لديه شعبية كبيرة بين الشباب والمراهقين الذين يستمتعون بمتابعة محتواه. يتناول محمد حسن في محتواه مجموعة متنوعة من الفئات والمواضيع المختلفة، ومن أبرزها التحديات والألعاب، حيث يقوم بتحديات مختلفة مع أصدقائه ويشارك في العديد من الألعاب المختلفة. الفلوقات، حيث يقوم بتصوير يومه ونشاطاته اليومية ويشاركها مع جمهوره على اليوتيوب. المقالب، حيث يقوم بتنفيذ مقالب على أصدقائه وعائلته ويشاركها مع متابعيه. التجارب الاجتماعية، حيث يتناول مواضيع اجتماعية هامة ويقوم بتجارب على الشارع ويتفاعل مع الناس لتوعية الجمهور ببعض الأمور الهامة. السفر والاستكشاف، حيث يشارك محمد حسن جمهوره برحلاته وتجاربه في السفر واستكشاف الأماكن المختلفة. الموسيقى، حيث يشارك محمد حسن جمهوره بمقاطع غنائية وكليبات موسيقية. يتميز محتوى محمد حسن بالتنوع والابتكار، حيث يسعى دائما لتقديم محتوى ممتع ومفيد لجمهوره. محمد حسن يقوم بالعديد من الأعمال الخيرية والإنسانية التي تساعد الفقراء والمحتاجين، وقد قام بالتعاون مع العديد من المؤسسات الخيرية لتوفير المساعدة والدعم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. على سبيل المثال، قدم محمد حسن مساعدات للأسر المحتاجة والفقراء في فترة الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، وقدم أيضا مساعدات للمتضررين من الفيضانات في السودان، كما قام بالتبرع بمبالغ مالية لدعم الأيتام والمحتاجين في عدد من الدول العربية. إن مبادرات محمد حسن الخيرية تشكل مثالا جيدا على كيفية استخدام النفوذ والتأثير الذي يملكه الشخصيات العامة لخدمة المجتمع ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا. كانت بداية محمد حسن من الصفر، تعرض لمشاكل مع والده لأنه اختار اليوتيوب، ولكنه اقنع والده على أن يتق فيه وسوف ينجح في مهمته. وفي الأخير نجح محمد حسن أبو فلة وحقق ما لم يحققه إغنياء العرب. يمكن العثور على معلومات إضافية حول المؤسسات الخيرية التي يعمل محمد حسن معها بسهولة عن طريق البحث على الإنترنت. ومن المهم أن نذكر أن محمد حسن يعمل مع العديد من المؤسسات الخيرية المختلفة، ويتعامل مع كل مشروع بشكل منفصل حسب الأولويات والاحتياجات الحالية. ويمكن العثور على بعض المعلومات حول مبادراته ومشاريعه الخيرية عن طريق زيارة قناته على اليوتيوب أو حساباته على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث يشارك محمد حسن تفاصيل المشاريع والأعمال الخيرية التي يقوم بها بصورة منتظمة. ويمكن أيضا الاتصال بالمؤسسات الخيرية التي يعمل محمد حسن معها مباشرة للحصول على معلومات إضافية حول المشاريع والأنشطة التي يتم تنفيذها، وكذلك لتقديم الدعم والمساهمة في هذه المشاريع الخيرية.